بك معانا والكابتن مدحت شلبي، ومساء الانوار. اهلا وسهلا ومساء الانوار عليك وعلى كابتن مدحت شلبي وبرنامجه الجميل اللي هو الناس كلها بتسهر عشان تستمتع بيه. بنحييك الاول على ان رغم كل المصاعب ولكن اصريتوا على تكمله دوري السله، وبتمتعونا النهارده بدوري سوبر السله، والنهايه يعني نقول الستار النهارده بينزل على بطوله دوري السله. والله يمكن انا قبل ما انزل كنت بتفرج على عاده لكابتن مدحت شلبي وهو بيتكلم عن الجمهور والرياضه، وكان معاه كابتن محمد واحد العرب يعني حد من، وهو بيتكلم على حته الجماهير والرياضه وازاي ترجع واكل عيش الناس، وكلموا انا لسه يعني ما فيش يعني اقل من نص ساعه كنت بتفرج على الحته دي اللي هو كابتن مدحت بيتكلم عليها. الحقيقه يعني لما نيجي نقول منظومه رياضيه يعني مجتمع كله بيلم كل الطوائف، من اول العامل بتاع غرفه الملابس لحد اي حد بيشتغل في مجال الرياضي، ان ده اكل عيشه. دي نقطه. النقطه الثانيه، لو انا اتكلمت فنيا كاتحاد باسكت بول، لو انا وقفت الموسم بتاعي سنه كامله، والسنه اللي فاتت كانت ثوره والموسم انضغط عشان اخلصه، يعني موسمين ورا بعض من غير انشطه داخليه، اعتقد مش هيبقى فيه مستوى رياضي يعني. فانا لما قلنا ان احنا عندنا كاس عالم طالعين ان شاء الله للشباب السنه دي، وعندنا 3 بطولات افريقيه في الصيف، الفرقه دي تلعب ازاي من غير ما يكون في احتكاك داخلي، وبعد كده المعسكرات بتاعتها اللي احنا بنعملها لها يعني. فكان لازم نقيم النشاط. كلنا حاسين البلد عامله ازاي يعني. اعتقد ان هي بس مجرد ان شاء الله ما ربنا يتمها على خير وانتخابات الرئاسه تتم ويبقى في رئيس جمهوريه، يبقى في حكومه منتخبه، يبقى في يعني وضع البلد تستقر، اعتقد الجماهير ترجع تاني على طول. انا بكره الصاله اللي من غير جماهير بصراحه يعني. الجمهور بيعمل بيدي روح للرياضه عامه يعني انا اتمنى النهارده قبل بكره. هيثم السعيد، الف مبروك، فوز غالي ومباراه قمه بين الاهلي والزمالك، والاهلي يقترب من منصه التتويج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يعني بحمد ربنا على المكسب، كان مكسب صعب. مباراه الاهلي والزمالك ملهاش اي اعتبار. بقول مبروك للنادي الاهلي، بقول هارد لك نادي الزمالك. عملنا مباراه كويسه، عندنا اجهاد كتير من لعيبه كتير مجهده، 3 مباريات ورا بعض. كابتن ابراهيم الجمال، نقدر نقول الثلاثيه النهارده بتاعتك كانت كلمه السر ومفتاح الفوز النهارده وتحويل نتيجه المباراه لصالح النادي الاهلي. الحمد لله والله ده توفيق من عند ربنا واحنا اجتهدنا يعني والحمد لله ربنا كرمنا في الاخر يعني. شايف الفوز النهارده على الزمالك في مباراه القمه اللي كانت بينكم النهارده قربتكم من حلم التتويج؟ خطوه كبيره الحمد لله ان احنا ما نخسرش جيم في ان احنا نحقق بطوله الدوري ان شاء الله باذن الله. كان واضح عليكم الارهاق النهارده شويه. عملنا جيمين توالي الجيمين اللي فاتوا، والنهارده كان في شويه اجهاد كده يعني. الحمد لله، مبروك على المكسب، شغل اكتر من كده. الحمد لله يا رب. المباراه كانت صعبه اكيد، كل مباراه صعبه يعني، كل مباراه ليها ظروفها. دايما فرقه البطوله لازم تقابل كل المواقف، لازم تبقى كسبان وتحافظ على المكسب، ولازم تبقى الماتش مأزم، ولازم تبقى خسران وتعوض. كل حاجه بتمر على الواحد، وخصوصا لما يبقى بيلعب على بطوله. الحمد لله ان احنا قدرنا نكون خسرانين وكسبنا وربنا كرمنا. الحمد لله ربنا وفقنا ومبروك. بشكر زمايلي جدا النهارده هايلين يعني، رجاله رجاله رجاله. الحمد لله يا رب. فاضل على الحلم زقه يا رب ان شاء الله باذن الله باذن الله. كابتن مودي الجرح، الف مبروك، فوز غالي على خصم عنيد، وكالعاده مباراه الزمالك والاهلي لا تعترف باي حاجه، مباراه قمه.
طبعا الحمد لله على مكسب مهم جدا. احنا جايين من ماتشين مكسب فلازم نكمل، احنا واخدين كل ماتش كاس، فالحمد لله قدرنا نكسب. بس الماتش كان عصيب جدا بصراحه، بس الحمد لله قدرنا نخلص الحمد لله. 3 فوز في 21 يوم على الزمالك، نقدر نقول سله الاهلي تعود من جديد. ان شاء الله ده اللي احنا اتمرنا كويس وعملنا يعني مجهود كبير قوي عشان نوصل اللي احنا فيه ده. الحمد لله كده ماتش بماتش، وان شاء الله باذن الله يعني باذن الله نكسب في الاخر ان شاء الله. مش قادر اتكلم والله. هو الحمد لله الاول على المكسب ده، هو كان مكسب صعب جدا بس معنويا يفرق معانا قوي الحمد لله، فربنا يكرم ان شاء الله. بس لسه عندنا ماتشين مهمين جدا، ماتش سبورتنج والجزيره وماتشين جامدين جدا، فمش عايزين نفرح برده كالعاده خلاص ننسى الماتش، خلاص فاضل ماتشين تانيين مهمين، ربنا يكرمنا ان شاء الله ونركز فيهم وناخد الدوري باذن واحد ان شاء الله. قرب الحلم يا رب ان شاء الله باذن الله، كل حاجه بتاعت ربنا ان شاء الله، ربنا يكرم ان شاء الله. طبعا بس يعني منهم ماتشين فيري كلوز، دوبك الماتش اللي قبل ده اللي احنا عملناه عالي عليهم كويس. الماتش الزمالك بقى مشدود، احنا كمان هم بره البطوله بيلعبوا باعصاب اهدى، احنا النقطه فارقه معانا فالاعصاب مش مظبوطه. النهارده مش يعني بشكر ربنا طول الليل ان انا كسبت وانا فرقتي مش فايقه كده، والحمد لله انا جت في الجيم دوت، وبدأ ربنا ان انا بس ما بقاش عندي اصابات، لان كان في لعيبه اتضربت كتير قوي.